قبل أن نبدأ لكي نفهم من هو هذا القاضي خلونا نشوف سيرته الذاتية أول شيء. أنك تحكم على شخص لازم أن نعرفه قبل كل شيء. إذن هو المستشار مجدي علي قاسم، أحد أبرز القضاة بمحكمة استئناف المنصورة، تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1978 بتقدير جيد جدا. وخلوني أسطر على كلمة تقدير جيد جدا، أي كطالب كان متفوق أصلا. ثم عمل وكيلا للنائب العام بمحافظة الغربية والزقازيق إلى أن التحق بسلك القضاء بمحافظات دمياط كفر الشيخ في منتصف الثمانينات، أي منذ منتصف الثمانينات وهو يعمل بسلك القضاء. أوكي؟ وقاضيا ورئيسا ومستشارا بمحاكم الجنايات بعدد من محافظات مصر. إذن هناك الكفاءة العلمية موجودة، متفوق كطالب وكمحامي أو عفوا كقاضي. هناك خبرة منذ منتصف الثمانينات، يعني منذ 85 إلى اليوم، أي هناك خبرة تجعلني على الأقل أقول أنه قاضي متمرس، قاضي يعرف ما يفعله، قاضي يجيد عمله، وقاضي من الصعب أن يخطئ في أمر اسمه إجراء أو مسطرة إجرائية. هذا على المستوى النظري. يعني على المستوى النظري CV تبع هذا المحامي يعطيني على الأقل صورة على مدى كونه يعرف ما الذي يفعله، وكونه شخص يقوم بعمله على أكمل وجه. يعني مستحيل أن أتخيل من شخص كان أصلا طالبا متفوقا ثم عنده خبرة منذ 85 إلى اليوم، شوفوا كم سنة، أنه يعني أكثر من 20 سنة، لا أجيد الحساب بشكل كبير جدا، على الأقل خبرة تفوق 20 سنة. وبالتالي من الصعب أن أقول أن هذا الشخص قد يخطئ في إجراء، لأن الأخطاء الإجرائية عادة هي أخطاء لمن عندما لا يعني أنت عندما تعمل عملك مثلا، كل واحد فينا الموجودين الآن وهم يعملون في عملهم، هناك أمور بالنسبة لنا تصبح أوتوماتيكية في العمل، يعني من الصعب أن نخطئ فيها. قد نخطئ إذا ما كان هناك حادث جديد أو أمر جديد أو أقوم بمهمة جديدة. أما عندما أقوم بعمل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لمدة تفوق يعني كل سنة أو سنتين، فأنت تصبح ماهرا فيه، هناك مهارة تكتسبها من عملك. إذا كانت هذه ورقة تعريفية لسيادة المستشار الذي ترأس هذه الجلسة. خلوني أمر للأسئلة أو الحوار هذا الثنائي. هذا كان عبارة عن حوار مفتوح. لاحظوا أن كل الأسئلة كانت مفتوحة ولم تكن مما نسميه بالفرنسية الكيستيون فيرم، أي أسئلة تحتمل نعم أم لا، كلها أسئلة تحتمل الاسترسال من الطرف الآخر. أنا قمت بتحليلها، وجدت أن كان في البداية هناك الغاية منها التعريف بالمتهم، دراسته، مستواه العلمي، أسرته، يعني كان تعريف. ثانيا كان هناك الاستفسار حول عفوا كان هناك الاستفسار حول الباعث الذي دفعه إلى الجريمة. يعني سألوا شنو هو الباعث، وهو التصوير بما يسمى بالدارك ويب، أو أنك تبيعه على أحد قالوا يعني على الويب، أو المساومة أو الابتزاز أو يعني سألوا على الباعث وخليه هو يختار الباعث الحقيقي. كان هناك تبيان حول خلو الاعتراف من أي إكراه، وأكد عليها أكثر من مرة. أستاذ خالد موسى، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك، تحياتي ليك، منور. إذا كان هناك، قلت الهدف منها هو تبيان خلو الاعتراف من أي إكراه، يعني بكامل إرادته، ما حدش أجبره على أن يقول هذا الكلام، وكان واضح أنه أكد عليها أكثر من مرة، بحيث أنه خلى المتهم يؤكدها مرة واثنين وثلاثة، وسنرى فيما بعد لماذا قام بهذا. ثم كان الاستيضاح حول القتل مع المساومة، اللي هو كانت نقطة استفسار لدى مجموعة من المتابعين عبر منصات الرأي العام، لكنا كلنا نقول كيف نتحدث عن أنه يريد يساوم الأهل مع أنه قتله، يعني لو كان الغرض مساواة لما كان ليقتل الشاب. سأله أيضا هذا السؤال.
شفت السؤال أبو ياسر وسأطرحه. أنا قلت لك هذا هو موضوع الحلقة، كونه هل قانوني هذا الاستفسار أم لا، وأنا سأجيب عليه وبالقانون بمواد قانونية. لأن شفت سؤالك وعرضته على الشاشة وقلت لك هو موضوع الحلقة، فقط لأني سأذهب ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة، وسأعرض لك المواد القانونية من أحكام محكمة النقد. سآتي إليه. أوكي. قلت إذا الأسئلة، هناك من قال أن الأسئلة كانت من باب الشك لدى القاضي، وكان يريد لأنه يشك في أنه بمفرده، ويشك في أن الاعتراف لم يكن وليد الإرادة الحرة. القاضي عندما يدخل القضية هو محايد موضوعي، ليست لديه أي يعني لا يدخل برأي شخصي. أوكي، هناك العقيدة القانونية ليست هي الرأي الشخصي، لابد أن نميز بينها. أوكي، العقيدة القانونية يكونها من خلال الأوراق، ولكنه لا يدخل بهذا. هو مجموعة من الأسئلة كما قلنا عبر مجموعة من المنصات، كان يعني الهدف منها أن يتعرف على أن الاعتراف خالي من أي إكراه، أنه جاء وليد الإرادة الحرة للمتهم. كان هذا أول شيء أكد عليه كثير. ثم طرح له الأسئلة تطرح عبر المنصات في الرأي العام، وكان هذا أيضا مقصودا منه ليجيب على اللغط الذي يحدث عند الرأي العام، ولكي يطمئن الرأي العام، ولكي يوصلهم الأجوبة من المصدر. يعني أنا عندما أريد أن أعثر على جواب، أنا أحيانا أسأل أصحاب المنصات ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، هو أعطاني المصدر. المصدر هو المتهم، بدل أن أترك خيالي أنا كصاحب منصة أو خيالي كمتابع، أقول ربما هو قتل لأجل كذا، ربما هو صور لأجل كذا. فهو أعطاني الشخص مباشرة، كما أنه أعطاني فرصة لأطرح عليه أسئلتي مباشرة. أوكي، دونك سننتقل إلى الفكرة الأخرى. إذن هل هذا الحوار الثنائي هو الذي قدم بحرفية عالية؟ وهذا يعني في رأيي أنا قدم بحرفية عالية جدا، بمهنية عالية جدا من المستشار القاضي. هو بالنسبة لي كان يعني هل هو حوار قانوني كما سأل الأستاذ أبو ياسر، أم أنه مخالفة إجرائية كما قيل؟ بالفعل هو الجواب قدم لنا بشكل قانوني مفصل بالأمس على قناة المستشار عاصم بدران، قناة أجرى حوار مع المستشار. أطرحنا عليه هذا السؤال، طرحته أنا وكنت مع المنصة، وطرحته الدكتورة أنا وكانت على الشات. طرحنا عليه هذا السؤال وأجاب باستفاضة وبشكل مفصل وبشكل توضيحي مع تبيان الأمثلة وبأحكام محكمة النقد التي سأعرضها أيضا، وهو مشكور يعني بعثها لي، أرسل لي أحكام محكمة نقد لأشارككم إياها وأعرضها ونوضحها بشكل واضح. لكن خلونا قبل ما أدخل إلى هذا خلونا نميز بين المصطلحات. عندما نتحدث قانون علينا أن نكون محددين في المصطلحات التي نستخدمها. ما الذي حدث؟ هذا الحوار الثنائي هل هو استجواب؟ هل هو سؤال؟ ما هو بالضبط؟ خلوني أعرض عليكم. أوكي، أحاول فقط أن أعرض. دقيقة فقط. ما الذي سأعرضه؟ الفرق. نعم، هذا. شوفوا هذا المقال، وهو مقال رائع جدا. دقيقة فقط، أحاول أن أعرض المقال. عندي مشكلة في العرض. أوكي، ها هو. جيد. أوكي، الآن أصبح حاضرا. والله بدت أفهم المشاكل التي تحدث في العروض المباشرة في التلفزيون. أحيانا يكون هناك مشاكل تقنية بدت أفهمها الآن. أوكي، الفرق بين التحقيق، الاستجواب والسؤال والاستيضاح، حتى نفهم ما الذي حدث بالأمس، هل كان استجوابا أو سؤالا. التحقيق هو يشمل كل الإجراءات التي يقوم بها المحقق في الدعوة، مثل أمر القبض والتفتيش والتوقيف. إذن هذا هو التحقيق. يشمل التحقيق بعض الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي بما فيه الضبط الجنائي الذي يندب لها من قبل المحقق
والتي يخولها له القانون في حالة التلبس. وهذا ما وضحه لنا بالأمس المستشار عاصم بدران على بثه. الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطة التحقيق، اللي هي يا إما النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في المخالفات والجنح، حيث حظر القانون على مأمور الضبط القضائي الاستجواب في مواد الجنايات، وقصر ذلك على النيابة العامة. إذن في الجنايات النيابة العامة فقط هي اللي عندها حق الاستجواب. لماذا؟ لخطورته. الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها. إجبارية الجواب موجودة في الاستجواب، وتكون متضمنة لكل تفاصيل الجريمة. يعني أنت حملت السكين من هنا، ذهبت بالسكين إلى كذا، قطعت المكان هنا، ضربت هنا، كل التفاصيل. وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك. لهذا يعد الاستجواب إجراء خطير جدا، وبالتالي وضع له القانون العديد من الضمانات. إذن هذا الاستجواب. نشوفوا الباقي. أوكي، فينا هو خلونا نشوف المقال، تتمة المقال. السؤال: يعتبر السؤال إجراء من إجراءات التحريات التي يختص بها مأمور الضبط القضائي، حيث أن السؤال يقتصر إحاطة متهم علما بالتهمة المنسوبة إليه ومجمل الأدلة القائمة ضده وسماع أقواله بشكل عام دون مناقشة تفصيلية حول الواقعة وأدلتها. مثال ذلك: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ في حالة الاعتراف يكون السؤال التالي: أين ومتى وقع الفعل؟ أي يكون هناك استرسال في الأسئلة. وقد يترتب على السؤال آثار قانونية أيضا كالاستجواب، منها توقيف المتهم. لذلك لم تحاط إجراءات السؤال بضمانات كالاستجواب. شوفوا، كحضور المحامي أو غيره. يعني من الجائز سؤال المتهم بدون وجود محامي، ما كانش هناك إجبارية قانونية لحضور المحامي. الاستيضاح وهو اللي شفناه في الفيديو. ما كان في الفيديو ما كان لا سؤال ولا استجواب ولا تحقيق، كان الاستيضاح. لهذا نقول دوما علينا أن نكون دقيقين في مصطلحاتنا، علينا أن نكون دقيقين في البحث عن المعلومة. يعني أنا البحث خد مني منذ الأمس عندما كنا على قناة المستشار عاصم بدران، ووضح لنا الأمور بشكل جيد وبشكل تفصيلي قانوني، وأنا قلت سأقدمها أيضا بشكل أكثر مبسط، بشكل أكثر توضيحا، لتكون واضحة أيضا لمتابعي القناة. الاستيضاح هو من اختصاص القاضي الجزائي، فقد تسفر المناقشة والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحكمة عن وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى مجرد إيضاح من المتهم. يعني القاضي عنده الأوراق، وصلته الأوراق في قرار الإحالة عنده أمور كان يحتاج إلى توضيحها، فما طلبه هو توضيح، يعني مجرد إيضاح من المتهم في سبيل ظهور الحقيقة. قد يعني هنا تتوجه المحكمة إلى المتهم ببعض الأسئلة فتستفسر عن شيء أو واقعة ذكرت بالتحقيقات، ولا تكون لهذه الأسئلة صلة بأدلة الاتهام، وإلا اعتبر ذلك استجواب. أوكي؟ يعني لم يكن هناك استجوابا، لأن القاضي يدرك أن المحكمة لا يجوز لها استجواب المتهم، وإلا اعتبرت خطأ، فهذا لم يكن استجوابا، كان استيضاحا. من أمثلتها: سؤاله عن عمره، حالته الاجتماعية، عمله مثلا، ويسألوا واش انت بعت الفيديو، واش انت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا. إذن هذا هو الاستيضاح. أوكي؟ إذن كان هذا أمرا بالتوضيح، وغندوزو لتوضيح ما حدث بالأمس بأوراق من محكمة النقد.